هو الارهاب عايزين يعني الارهاب جريمه مرتكبها مش يعني مش الى الابد لازم يكون لابس جلابيه تمام ومربي دقنه. ممكن انا ارتكب، ممكن حد يعني اللي يرتكب الجريمه دي ممكن يكون حد في السلطه. وصف جريمه مش في ارهاب دوله. تمام. في ارهاب دوله وفي ارهاب جماعات. تمام. لكن احنا السؤال على لو سؤال خاص في ارهاب جماعات خارجه عن سلطه الدوله في. طب هل الدوله اللي بتعمله لا يخلو من الارهاب؟ لا طبعا لا يخلو. هل مفيش ضحايا من المدنيين سقطوا؟ لا، في ضحايا من المدنيين سقطوا. سقط اطفال ونساء في اسبوع واحد من ليله القدر لثالث يوم العيد قتل واصيب 10 اطفال داخل منازلهم. في ارهاب من الدوله داخل منازلهم 10 اطفال بين قتل واصابه، ده غير النساء وغير الرجال. تمام. في اماكن بعينها. طب لحظه كمل كلامي. تمام. وده في اسبوع واحد. احنا بنتكلم على اكتر من سنه من العمليات الموسعه اللي فيها انتهاكات وجرائم يعني لا حصر لها. هو السؤال بقى هنا في حاجه ثانيه. معلش يعني هو انا افهم الارهاب ان هو عمل لا يكترث بوجود مدنيين او بيستهدف مدنيين، لكن لما تكون في هجوم بيتم على منطقه عسكريه مش معسكر كشافه، مش طلبه جواله في الجامعه رايحين يعسكروا في الفرافره ولا في الماسوره في رفح، ويتم اباده المعسكر يعني عن بكره ابيه او ما بين مصاب وقتيل. ده السؤال اللي اتطرح هنا سؤال ارهاب ولا سؤال كفاءه؟ يعني سؤال كفاءه وجهوزيه. ده ميليشيا مسلحه. انت مذبحه رفح الاولى طب كانت مفاجاه، مذبحه رفح الثانيه كان خطا في التامين، طب مذبحه الفرافره، طب كرم الجواديس الاخيره كان اصيب فيها قيادتين كبار من الجيش الثاني الميداني، اصاباتهم مؤكده. طب عرفوا، ولذلك ده اللي فسر ليه العدد الكبير ده موجود في نقطه التفتيش. ده مش معسكر، دي نقطه تفتيش على مفارق 4 طرق. يعني ايه قتل 31 واصيب 20؟ ليه 50 عسكري؟ تمام. عرفوا منين ان القيادات دي هتكون موجوده في هذا الزمان في هذا المكان؟ تمام. فده سؤال لا يطرح ان هم ارهابيين ولا مش ارهابيين. عرفنا ان هم ارهابيين، بس هم ليه اكفأ منك كقوه؟ مثلا انت عندك كل الدعم الدولي، عندك كل السلاح اللي بيجي لك من الخارج، وعندك كل حاجه.